لو قدرت انك تقلب قرش على ظهره ممكن تجيب له حالة من الشلل بتستمر معاه لمدة ربع ساعة. تابع معايا للنهاية وانت تعرف. وكمان في مسابقة هعلنها في نهاية الفيديو. القروش من اخطر الحيوانات البحرية على الاطلاق. حوادث حقيقية، افلام سينمائية، وضحايا هنا وهناك. بس الحقيقة بقى ان في انواع من القروش وعلى راسهم القرش الابيض الكبير وقرش النمر. لو قدرت انك تقلبهم على ظهرهم بيحصل لهم حالة من الارتخاء في العضلات. بتوصل لربع ساعة. لدرجة ان الاوركا او الحوت القاتل، واللي اصلا ده حدوته لوحده في عالم البحار، بيستغل الموضوع ده جدا لمصلحته في حالات الصراع مع القروش. الاوركا فاهم الموضوع ده عند القروش كويس جدا وبيستخدمه ضدهم، بانه بيخبطهم من الجنب بقوه او من تحت بقوه، في محاوله من الاوركا انه يقلب القرش على ظهره. علشان بعد القرش ما بيتقلب بيبقى صيده سهل. بس مش معنى كده انك لو شفت قرش تحاول تقلبه الله يبارك لك، مش عاوزين ذكاء. واما عن المسابقه، فاخر واحد كاتب تعليق وعامل لايك ومشاركه للفيديو ليه هديه 100 جنيه. هنبدا من دلوقتي لمده 72 ساعه.